شهر ثامر بديدة اليوم حبيت نبعث رسالة للشعب التونسي وللسيد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاد اللي تعهد في مؤتمر لاغوس اللي مش نقابل ونجيب له الملفات الفساد اللي دار العامة للسجون والسلاح والمعلومات الأمنية الخطيرة باش نمدهم له في المكتب نتاعو. الى حد الان ما جاتني حتى دعوة، ما فما حتى مشكل. انا جيست حبيت نبعث الفيديو هذا للشعب التونسي مش نوضح برشا حوايج وللسيد يوسف الشاد. نحب في البداية أنا نقدم روحي، أنا المستشار المحلل الأمني ثامر بديدة. أنا في رصيدي 3 دراسات أمنية، هذا مركز الإحصاء داخل السجون. هذه تحصلت عليه على من خلال الكتاب هذا على شهادة امتياز من المنتدى الفرنسي البلجيكي. فوالا هذه المنظومة الرقمية داخل السجون، وهذا التفعيل المالي داخل السجون لسيركيلاسيون مونيتير. طبعا هذه زاد الشاهد نتاعي على مستوى معناها حتى على مستوى اوروبي، يعني كفاءة امنية كما ثامر بديدة كفاءة امنية يقع التنكيل به لانه بلغ عن الفساد. هذه فضيحة في تونس، فضيحة في حق الشعب التونسي. اليوم الباك موانسيس قاعد يحكم في الإدارة التونسية، نقولوها بكل صراحة. الباك موانسيس واللي معناه واللي قرا واللي متحصل على الدكتوراه واللي الناس اللي عملت دراسات أمنية يقع التنكيل بها. اليوم نأكد لك يا سيد يوسف الشاد، يا الشعب التونسي، اللي الإدارة العامة للسجون والسلاح اليوم معناها تلقى فيها في وسط الإدارة، تلقى فيها كان التكنيسيان، تلقى فيها كان معناها الباك موانسيس اللي قاعدين يرتعوا في الإدارة العامة للسجون والسلاح، واللي قاعدين معناها قاعدين يرتعوا بصفة غريبة في الإدارة العامة للسجون والسلاح. هذوما ما عندهمش كفاءات اليوم، ما هماش كفاءات حتى على مستوى الوظيفة العمومية. اليوم اللي عنده معناها حتى كفاءة علمية ولا متكون ولا دي شاب صغير، اليوم نقاو التعيين بالولايات. انا كان جات الدنيا راني مدير عام للسجون والسلاح، ما الحمد لله في مستوى علمي في اللي يحبوهم. يعني اليوم السيد رئيس الحكومة تمشي للإدارة العامة للسجون والسلاح تلقى فيها كان الباك مهندس، تلقى فيها لي تكنيسيان، تلقى فيها الشاوش، تلقى فيها يعني الإدارة العامة للسجون والسلاح فما أكثر من 1300 يعني مجاز بتحصل على الأستاذية. عنا البسيكولوج، عنا السوسيولوج، عنا الطب. اليوم ما تقومش على مستوى الإدارة العامة للسجون والسلاح، هما بيدهم البسيكولوج اللي في السجون والناس الاكاديميين والناس الكفاءات في سلك السجون والسلاح يحشموا حتى مش يمشيوا للاداره العامه للسجون والسلاح. اليوم انا نتوجه حتى للمدير الجديد اللي وقع تعيينه في الاداره العامه للسجون والسلاح، اللي راهو هذوكم الكل ما يمثلوش الاداره العامه للسجون والسلاح، هذوكم الكل باكا مهندسين. نتحدى انا نطالب انه يقع معناها تشبيب الاداره العامه للسجون والسلاح، واللي اعلى شهاده علميه ولا عنده معناها كفاءه علميه اكثر من صاحبه ياخذ البلاصه اللي يستحقها وفقا للمقاييس العلميه، مش على خاطر هذاك ما نعرفش تكنيسيان وهذاك ما نعرفش شنو. نتعداو للملفات الفساد اللي السيد المدعو هذاك عادل صنديد لما حال فيه اللقب صنديد، هو ما هو الصنديد. يعني اليوم فضيحه بصمة عار، معناها مشى للاذاعه من الاذاعات وقال ما فماش فساد في الاداره العامه للسجون والسلاح. ساعه وانت ساعه انا نحب نقول وراك انت بصمة عار، انت من الناس اللي عنا عليك ملفات فساد، بصمة عار وماكش كفاءه امنيه، لا انت ولا صابر الخفيفي ولا اللي موجودين معاكم. احنا ك الاطارات العليا للاداره العامه للسجون والسلاح والكفاءات الصحيحه احنا رانا ما نتشرفوش بكم، احنا راهم نتشرفوا. خسيرتو السيد هذا عادل صنديد اللي في وقت ما لما السيد هذا صابر الخفيفي المدعو صابر الخفيفي وقت اللي معناها تمادى في الفساد وقلنا كان احنا ندوا بالفساد في الاداره العامه للسجون والسلاح، السيد هذا يقول له نتعلموا منك سيدي. السيد هذا عادل صنديد معناها قلت لك ما في كان اللقب باهي معناها هذا بصمة عار. انا احنا كنا راسلنا حتى اذاعه موزايك وراسلنا حتى الصحافيين كل مش معاش ياخذوا حتى تصريح، لانهم هذوما مش يتم ايقافهم 16 مسؤول في الاداره العامه للسجون والسلاح وبس يقع حتى معناها مش تتفاجئوا نستناو في دور القضاء، مش تتفاجئوا حتى الناس هذوما لازمها تمشي للسجن. ما فماش لا غبار عليه. بالنسبه لي انا شدت صحيح، انا اليوم عندي حتى معناها حتى المحكمه الاداريه انصفتني وقع ايقاف اليوم قاع ايقاف معناها قرار صابر الخفيفي تجاهي انا، وفهمتني هذه قرار
المحكمة الإدارية. فوالا هذا تم إيقاف قرار صابر الخفيفي في شخص المستشار ثامر بديدة. لكن أنا مانيش باش نرجع للإدارة العامة للسجون والسلاح إلا ما يتم محاسبة الفاسدين. هذوما فاسدين، هذوما شرذم، هذوما معناها باكم وانسيس اللي موجودين تو في الإدارة العامة للسجون والسلاح. هذوما بصمة عار في الإدارة العامة للسجون والسلاح. أنا مش نعطي عينة للشعب التونسي ونعطي عينة للسيد يوسف الشاذ مش يشوف الإدارة العامة للسجون والسلاح وين وصلت. طبعا هذوما الانتدابات اللي جابهم صابر الخفيفي 2012 2013. وصابر الخفيفي يعني هذا يعني ماهوش كفاءة، هو ماهوش كفاءة علمية، وجانا مطرد من سلك الحرس فهمتني. وتم تعيينه لانه معناه عنده شكون معناه في معناه السيد هذا متحزب. فوالا هذا وقع انتدابه برتبة مستشار السيد هذا 2012 2013. هذوما الانتدابات العشوائية في سلك السجون والسلاح. هذا السيد هذا وقع انتداب، وقع معناه فهمتني راية التوحيد، متصور مع راية التوحيد. هذوما الفساد نتاع صابر الرخفيفي والإدارة العامة للسجون والسلاح. اللي السيد المدعو هذايا صنديد ولا شكون يقول ما فماش فساد. انا هذاك بصمة عار في سلك السجون والسلاح. يعني السيد هذايا فهمتني عادل صنديد ولا شكون فهمتني كان يقول صابر الرخفيفي يقول له نتعلموا منك سيدي. معناها قمة التبجح وقمة الفضايح السيد هذا فهمتني. ولا فوالا هذه وثيقة أخرى يعني عبد الحكيم بالحاج يزور سجن المهدية في زوز مساجين ليبيين ويتم زيارتهم بدون موجب قانون. يعني اسمح لهم السيد صابر الخفيفي مش يدخل عبد الحكيم بالحاج للسجون التونسية. فوالا هذه الوثيقة. ماناش نجيبوا في وثيقة مزورة ولا حاجة، نجيبوا كان حاجة ما ندعيوش بالباطل، لأنه السيد صابر الخفيفي عمل بيه 4 قضايا وكلهم خرجوا عدم سماع الدعوة. فوالا هذه الوثيقة. فوالا نمشيو للفساد نتاع المسؤولين اللي موجودين، هم عددهم 16 مسؤولين اللي في الإدارة العامة للسجون والسلاح. أنا اليوم باش نوريكم وثيقة نتاع هذا أحد المسؤولين في الإدارة العامة للسجون والإصلاح. هذا يقع ابتزاز السجين خالد القبي لما كان في سجن المرناقية 2012. يقع ابتزاز السجين خالد القبي، هذا مسؤول في الإدارة العامة من بين 16 الفاسدين. وفهمتني ياخو قد ما طرد على مستوى المنزه سيس، قد ما طرد هذه تساوي 1,700,000. ياخوها السيد هذا المسؤول هذا الفاسد اللي في الإدارة العامة للسجون والسلاح ياخوها 165 مليون من عند خالد القبي. وخالد القبي وقتها في السجن ويبعث زوز عضول شهاد ويصحوا له على قطعة الأرض هذه فهمتني. ويقع ابتزاز السيد هذا مسؤول كبير معناها على أساس هو يخرج يتفسح يخرج كذا. معناها مش تشوفوا الفساد في الإدارة العامة للسجون والسلاح. هذه نسخة من صور بالباهي. هذه نسخة من عقد البيع لقطع الطرد على مستوى فهمتني المنزه سيس تساوي هذه، وكتبها باسم مرته. فوالا اسم مرته لهنا، اسم مرته هاجر شوقي. معناها هذه وثيقة معناها تبين السيد هذا أبسط مسؤول في الإدارة العامة للسجون والسلاح ابتز خالد القبي واخذ قطعة الأرض على المنزه ياخذها 165 مليون، هي تعمل 1,700,000 وكتبها باسم مرته وهز عضو الشهاد للسجن المرناقي واخذ القطعة هذه. هذا ما فماش فساد، مازالوا برشا. معناها أنا هذه 10% حبيت نورين للشعب التونسي. هذه برقية تهنئة المسؤولين، أحد المسؤولين في الإدارة العامة للسجون والسلاح فهمتني الحركة النهضة. تفضل هذا التسيس نتاع حركة النهضة، يعني سلك السجون والسلاح تحت سيطرة حركة النهضة. راهو السيد صابر الخفيفي هذا وقع تعيينه من السيد منصف المرزوقي 2012. جانا مطرد من سلك الحرس، جانا مجمد. هذا ما عندوش حتى الباك. السيد هذا باك موانسيس عندي أنا ما بيتحطش حتى حماص. السيد هذا ما عندوش كفاءات، جاء دمرها السجون، دمر المنظومة الإرشادية، فخخ عمل اللي ما يتصورش. وعنا عليه كل ملفاتنا الكل هزيناهم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هذه برقية تهنئة. شوف الفضايح. هذا عقد عقاري لشهادة ملكية المسؤول في السجون. هذا كيف
فوالا معناها يبتزوا في المساجين يعني هذوما اللي ترى فيهم الكل في سلك السجون والسلاح راهم باكم وانسيس، راهم مش الكفاءات، راهي الإدارة العامة للسجون والسلاح تصغر بالكفاءات، تصغر بالكفاءات، فهمتني؟ على مستوى معناها على بسيكولوج، عندنا البسيكولوج، عندنا السوسيولوج، عندنا المجازين، عندنا الأستاذية، عندنا برشا ما تقامش في الإدارة العامة للسجون والسلاح. اللي تو موجودين في الإدارة العامة للسجون والسلاح هذوما باكم وانسيس، هذوما باكم وانسيس، ما يتشرفش الواحد مش يخدم معاهم، ما عنده لا مستوى علمي لا حاجه، يا تلقاه تكنيسيان، يا تلقاه كان يصب صابر الخفيفي، يا تلقاه معناها ما نعرفش انا ما تلقاهم حتى شيء. عندنا تبارك الله اكثر من 160 عميد، معناها 16 هذوما معناها عادل صنديد وحلمي الشريف، هذوما الكل عندنا بهم قضايا وعندنا بهم معناها ملفات كبيره. ندعو سيد رئيس الحكومه انك ما قلناش تعزلوهم يا خويا، وقفوهم على العمل، عندنا عليهم ملفات الناس هذوما، وقفوهم على العمل، بخرجوهم هذوما الناس هذوما لهم كفاءات لا حد شيء. تعرف اللي 57 مليار وقع يعني هبه من الاتحاد الاوروبي معناها تفعيل المنظومه السجنيه في الاداره العامه للسجون والسلاح، مشيت هذه تربصات، ومشيت معناها في معناها تربصات اللي مشاو لهايتي والامريكا، ناس معناها بالحق معناها ناس كبار في العمر، ناس ما تلقاه راجل يخدم في الاداره العامه في السجون والسلاح ولا ما نعرفش شنو، تباكم مؤسس ما همش كفاءات. وين التعيينات؟ وين المقاييس العلميه؟ ما تلقاهمش المقاييس العلميه، تلقاه من شكون يا ولد شكون يا كذا. ثم شكون مشات المغرب 3 مرات، ثم شكون مشات لامريكا 4 مرات، ثم شكون مشات للمغرب جابت هكا السواق وكا الواحد تفهم نتاع بسيسه، مش نتاع مغرب جمله واحده، تفهم نتاع بسيسه تشيع من العار، حتى الباك ما عندهاش، ما غيش قاريه جمله واحده، تفضايح تفضايح يا رسول الله. انا حبيت نوجه الرساله هذه باش نقول للسيد يوسف الجاد راهو هذوما اكثر معنا الملفات الكل، هذوما معناها عينه من الملفات اللي مديناهم لكم، فهمتني؟ هذوما الكل معناها ملفات فساد في مسؤولين للاداره العامه للسجون والسلاح، معناها فهمتني؟ في الاخر يقع ايقافي انا ايقاف ثامر بديده على العمل، دونك انا انصفني القضاء الاداري، لكن مانيش باش نرجع، مش ناقف لاخر لحظه، لتو خاسر فلوسي وخاسر كل شيء، مش كان انا برشا زملاء اخرين على غرار، برشا زملاء اخرين متمسكين يعني بصابر الخفيفي و16 مسؤول، هذوما لازمهم يتم احالتهم على القضاء، كان انصفهم القضاء وسيبهم الحاكم. انا مقتنع ان الناس هذوما بلاصتهم في سجن المرناقية، انا صابر الخفيفي عندي عليه اكثر من 30 سنه سجن، ابسط حاجه كان الطف به ربي. يعني نطلب من حركة النهضة ترفع يدها على المسؤولين هذوما اللي عينتهم، لأن حركة النهضة تحب تسيطر على سلك السجون والسلاح، سلك السجون والسلاح راهي مسيطر عليه حركة النهضة، قولوها فرانشمون دير، سلك حركة الإدارة العامة للسجون والسلاح مسيطر عليه حركة النهضة. إن شاء الله يكون وصل الميساج نتاعي. ما عندي ما نقول، ان شاء الله انا نحب السيد رئيس الحكومه يقف بيده على الوضع المزري في سلك السجون والاصلاح، وان شاء الله المدير العام هذا جديد ان شاء الله يفيق على الوضع ويعرف اللي هذوما الناس ما يتصاحبوش، وهذوما الناس لازمهم يبعدوا على الاداره العامه للسجون والاصلاح، فما الكفاءات معناها هذوما ناس فاسدين اللي دايرين به الكل، معناها بما فيه كلهم هذوما 16 مسؤول هذوما ناس فاسدين، لازمهم يتوقفوا. انا كان جات حكومه صحيح حكومه تحب تحارب الفساد وقفهم على البلاصه، 16 واحد عنا عليهم ملفات وعنا عليهم الاحالات نتاعهم في الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، وعنا عليهم معناها برشا ديرون ثانيهم. اخي احنا مالكش نجيبوا في معلومات من الحيط، راهو على فكره راهي مؤسسه سجنيه والمعلومه بالسيف تجي، من المعلومه بالسيف ناخذوها، هذوما 10% الوثائق اللي دبرناهم. شنو تقول له فاسد يقول لك هات ما يثبت، شنو يطلعوا لامريكا وطلعوا لهايتي، ثم واحده بنت زميل طلعت الهايتي معناها معناها خسروا عليه اكثر من 200 مليون، شكونك انت باش تطلع الهايتي؟ شنو ما عندهاش حتى المستوى العلمي، ثم 1000 واحد غير. هذه هي مشكلتنا في السجون، ثم فاسدين احنا فضحناهم، تمت اقالتي واني رجعت بقرار من المحكمه الاداريه. بالنسبه لهذم انا مانيش باش نسلم فيهم، انا عندي الصحافه. وبالنسبه للمسؤول انا نتحدى صابر الخفيفي كان يجي مسافر باللحظه هذه، ما عادش احنا وحتى نتوجه رساله للاعلام ما عادش تعديونا هالمسؤولين الفاسدين. اول حاجه لازم يمشي يعمل معناها قولوا احنا تصريح، يعمل موافقه من عرفه، ما عادش تخرجوهمنا في المنابر الاعلاميه. شنو جايب لي هذا عادل صنديد ولا شكون في موزايك ويقول راني ما فماش فساد؟
سي نامبورت كوا السيد هذا، ما نتشرفش حتى مش نكون راهو زميلي السيد هذاك، ولا هذا جا صابر الخفيفي قال له سيدي منك نتعلموا، ايش مازال فيه؟ ولا حلمي الشريف ولا عاد عماد الدريدي، انا مانيش مسلم فيكم راهو، مانيش مسلم فيكم يا يعني انا باكم ونسيس الناس كيما هذوكم معناها تي ناس فاسده، تي ناس فاسده. ان شاء الله توصل الميساج هذا، ان شاء الله توصل الرساله هذه، وبارك الله فيكم وشكرا.